السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه. اللي رايحين نديروا كبده مشرمله تاع الخروف. نحتاجوا حبه تاع طماطم كما شفتوا، الكبده مقطعه مع القلب. عندي فلفل عكري، الكرويه، الملح وفلفل كحل وفلفل عكري حار، فلفل احمر حلو وفلفل احمر حار. هنا درنا في طاجين شويه تاع الزيت، نخلو هذاك الزيت حتى يسخن ومن بعد نديروا الكبده مع القلب. انا زدت معاها القلب بس الكبده هذه تاع خروف صغير قليله، عاونت معاها بالقلب تاع الخروف اللي طحته صغير. قليتهم مليح، دائما النار تكون شويه عاليه كي تكونوا تقلوا باش ما تخرجش الماء تاعها. من بعد نقصوها للنار، نديروا شويه تاع ثوم مبشور، نقليها مع هذاك الثوم غير شويه. هنا نقصوا النار كي ديروا الثوم باش ما يتحرق لكمش الثوم ويجيكم الكبده من بعد فيها البنه تاع المروريه. نزيدوا حبه تاع طماطم تكون هكا مطحونه. نزيدوا بالنسبه للتوابل عكري، فلفل عكري حلو، فلفل عكري حار، فلفل كحل وملح، وزدنا الكرويه هي السر تاع البنه تاع الكبده مشرمله. كاين اللي ما يديروش فيها طماطم تاع الحب، يديروا غير الدرسه اللي هي الثوم، يديروه في المهراز يدرسوه مع التوابل والزيت ويقلوا به الكبده ومن بعد يمرقوا غير بشويه تاع الماء. انا زدت لها حبه تاع طماطم باش تعطيني شويه تاع لاصوص. وديروا هنا نص كاس تاع الماء، نص كاس ماء دافي، نص كاس برك ماشي بزاف، ما تكثروا لهاش الماء. وهنا تنقصوا لها النار، غير تزيدوا لها هذاك نص كاس تاع الماء، تخلطوها هكا باش التوابل يذوبوا مع الماء. نقصوا لها النار وخلوها طيب على نار قليله، نغطوها ونخلوها طيب لنا. في الاخر كي نشوفوا الكبده تاعنا طابت لازم نعسوها باش ما تنشفش من هذيك لاصوص. نزيدوا لها مغرفه تاع الخل، وهذا مكان. وهذه الكبده مشرمله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، خفيفه ظريفه وبزاف بنينه، وصفه جزائريه تقليديه. ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. سلام.